مساء الخير او صباح الخير. النهاردة هنعمل كده مع بعض كيكة التايجر. جبت 3 حبات من البيض وعليهم معلقة من الفانيليا، ونجيب كوباية سكر. لو عايزاها تبقى حلوة ومسكرة زيادة بتزودي نص كوباية كمان. ونجيب نص ليمونة نحطها على المكونات دي، ونجيب كمان كوباية الا ربع زبدة، وادي كوباية زبادي على حليب او لبن. هنضربهم كلهم مع بعض كده في الخلاط من غير مضرب او اي حاجة، ونحط عليهم معلقة من الخل. ودول نجيب 2.5 كوباية من الدقيق، ونجيب باكو بيكنج باودر او معلقة كبيرة بيكنج باودر. دخلنا الكوبايتين ونص من الدقيق، وادي احنا دخلنا واحدة، وادي الواحدة، وادي النص الكوباية. ننخلهم كويس جدا جدا، اهم حاجة تنخلي دقيق كويس. وادي ربع معلقة من الملح، ونقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ننزل عليهم بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، ونقلب كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا اسمي اميرة المسلماني. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنسيش تدعمينا بلايك وشير وسبسكرايب علشان كل جديد يوصلك مع اميرة المسلماني. قلبناها كده واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقت العجينة جاهزة. طبعا انا هاخد معلقتين من الكاكاو الدارك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اي كاكاو انتي تحبيه. هنقسم طبعا الخليط بتاعنا، نص فانيليا ونص شوكولاتة. دول حوالي 2.5 او 3 معالق من الكاكاو الدارك. النوع اللي انا استعملته دريم، طعمه حلو وما تجربيه هيعجبك ان شاء الله. حطيت اهو الكاكاو كده. هنقلب الكاكاو واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نقلب كمان لغاية ما يتجانس الكاكاو على الخليط كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى الخليط اهو فانيليا وشوكولاتة. نجيب صينية. طبعا لو انتي عندك صينية عادية او صينية من اللي انتي شايفاها دي، انا كان عندي بس اللي هي المفتوحة من النص. حطيت عليها الكوباية دي علشان ننزل عليها كده. ننزل شوية ابيض وشوية من الكيك الشوكليت. ونجيب كمان بصي شوية ابيض شوية شوكليت، شوية فانيليا شوية شوكليت، لغاية ما يبقى الكيك التايجر معانا جاهز. شوفي انا اهو بجهزها بالشكل ده. لو انتي عايزة برضو صينية تعمليها، الصينية اللي هي المدورة العادية، بتجيبيها المقاس ده مقاس 24. بتحطي برضو كوباية او اي حاجة في النص، وبتنزلي عليها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد معاكي اي وقت خالص خالص خالص. بتحطي المكونات بتاعتك. انا دخلتها في الفرن وطلعت هشة بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله هشة وحلوة جدا. نقلب كده الكيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشكل جميل جدا جدا، حلو قوي. شوفي هشة ازاي، والارتفاع ما شاء الله جميل جدا. شوفي طرية وان شاء الله هتجربيها هتعجبك. ما خدتش معانا وقت وما خدتش اي مجهود خالص. طبعا انا سخنت الفرن على 200 في الاول، واول ما بدخل الكيك بظبطه على 180. بتقعد في الفرن نص ساعة. هنقطع الكيك بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكيك سهل وبسيط وهش وحلو جدا جدا، مع اي كوباية نسكافيه او قهوة بتاعتك الصبح في العشاء، حاجة كده في منتهى الروعة. قطعنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده حتة مع بعض بقى. ادي الشكل والجمال، حاجة كده روعة وحلوة جدا جدا وهشة حلوة قوي. شوفي طرية ازاي ما شاء الله. طبعا انا قطعتها وهي سخنة، لو كانت تستنى شوية كمان لما تبرد. بصي
جميلة جدا جدا، بس هي لسه سخنة علشان كده بتتفرول زي ما انتوا شايفينها كده. لكن لو هي باردة الشكل هيبقى رائع وجميل. بصي انا قطعتها برضو اهي، بصي سبتها بردت شوية. بصي شكل حلو وجميلة وهشة وحلوة جدا جدا. انا عارفة ان انتي دلوقتي شطورة وهتقومي تجربيها. تجيبي بسرعة المكونات بتاعتنا السهلة البسيطة اللي انا جبتها وعملتها وتجربيها ان شاء الله هتعجب ولادك. بصي ما شاء الله حلوة قوي قوي. يلا بسرعة هاتي المكونات موجودة عندك في البيت وتعمليها وتجربيها، هتعجبك جدا جدا، طعمها حلوة قوي قوي. نقطعها كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد حتة كمان من دي. بردت خالص خالص، بردت اهي. بصوا الشكل. انا عاملة كوباية نسكافيه جنبي وطالع الهوا بتاعها على الكيك. شكلها حلو قوي قوي وطرية وهشة جدا. حاجة كده في منتهى الروعة. يا رب كده الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة. ودايما يا رب كده متجمعين ونتجمع على خير. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير علشان كل جديد يوصلك مع أميرة المسلماني. واشوفكم على خير، مع السلامة.